ليه قفلنا طريق تنيدا منفلوط؟ أولا طريق تنيدا منفلوط هو طريق حيوي مهم يربط بين محافظة الوادي الجديد ومحافظة أسيوط، بالتحديد بين مركز الدخلة ومركز منفلوط، وهو حوالي 260 كيلو بالتقريب. المفروض حسب البيانات كان يتسلم من بدري، ولكن في شوية عقبات في التنفيذ وهي اللي أخرت التسليم والافتتاح. إن شاء الله الافتتاح هيقوم به رئيس الجمهورية سيد عبد الفتاح السيسي قريب إن شاء الله، ونتمنى يكون في أعياد المحافظة. من شوية أيام كده السلطة التنفيذية المتمثلة في محافظ الوادي الجديد قرر إن هو يقفل طريق تنيدا منفلوط. يا ترى ليه؟ أكيد في عدة أسباب هي اللي خلته يعمل كده. طريق تنيدا منفلوط طريق معلهوش خدمات، معلهوش لا إسعاف ولا عليه خدمة الشبكة عشان تتصل بحد ينجدك، ولا موجود كمان من الشرطة. يعني أنت لما بتطلع من الدخلة لغاية ما توصل محافظة أسيوط أنت ماشي على الله حكايتك. الناس ليها رأي تاني، الناس بتقول إن الطريق الواصل بين مركز الدخلة ومركز الخارجة غير صالح للاستخدام الآدمي، والدليل على كده إن حصل فيه حوادث كتير. ناس تاني بتقول إن حتى الشبكة على طريق بين الدخلة والخارجة مش منتظمة، الشبكة بتيجي في أماكن معينة وبتختفي في أماكن معينة، لكن في أقل تقدير الطريق فيه خدمات إسعافية وفيه كمان شرطة وفيه ناس رايحة جاية في الطريق، على الأقل ممكن حد ينقذك لو في موقف. على الناحية التانية احتمال طبعا ان ناس من قطاع الطرق يستغلوا ان الطريق جديد وان اللي معدي عليه ده معدي لوحده ويستخدموه استخدام خاطئ، ان هم يثبتوه بقى او يحصل اي شيء مش كويس، واحنا ما بنرضاش بكده. طبعا الاجراء ده اتاخد بعد ما ناس كتير مشيت على الطريق وقالت ان هو طريق جميل وقاموا بالتصوير والنشر على الفيسبوك، لان الطريق طبعا جديد وجميل وواسع وبيوفر الوقت والمجهود وكمان بيوفر فلوس، لان هم 260 كيلو ما بين الدخله ومحافظه اسيوط، هم دول بالظبط يعني تقريبا بتوصل لنص المسافه ما بين الدخله واسيوط وانت ماشي عن طريق الخارجه. طريق تنيدا منفلوط لسه ما اكتملش، حتى في 7 كيلو متر لسه ما اكتملوش الرصف. ان شاء الله اول ما يتم الرصف هيتم فتح الطريق، ولكن هيبقى عليه خدمات. لو انت ليك رأي تاني نتمنى ان احنا نشوف في الكومنتات، واكتب لنا رأيك في التعليقات. شكرا.